خلاصة نافعة جدا في طريقة مقاومة الشيطان، تسجل في نقاط. الأول تجنب طرقه وخطواته وتجنب فعل الأسباب التي يخشى منها الوقوع في شباكه. الثانية عمل الحصون من الأوراد الصحيحة والأذكار القلبية والتعوذات المتنوعة. الثالثة استعمال السلاح المهلك له من صدق الإيمان وقوة التوكل على الله. الأمر الآخر مراغمته في أعمال الخير، عندما تسجد لله وتصلي، عندما تقرأ القرآن، عندما تشتغل بذكر الله، كل هذه الأعمال فيها أرغام للشيطان. الأمر الآخر مقاومة وساوسه والأفكار الرديئة التي يدفع بها إلى القلب كل وقت.